السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير والله العظيم. انا اسفة ان انا اتأخرت عليكم يا حبايب قلب، اسفة والله بجد. بس غصب عني نغيب غيبتنا ونرجع بأحلى وأقوى نشاط وأحلى همة يا حبايب قلبي. النهاردة بقى يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض ايه؟ الرقاق الناشف. انا اتأخرت عليكم معلش بالفيديوهات دي، بس غصب عني. هنعمل بقى ايه؟ الفيديوهات الجامدة كده يا حبايبي، ضرب نار. انا عايزة فيديوهات ايه؟ تجيب لايكات كتير وتجيب مشاهدات كتير عشان اتشجع بيكم يا احلى واغلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. وحشتوني كتير والله العظيم. النهارده بقى نعمل مع بعض الرقاق الناشف يا حبايبي، عشان نعمل احلى فته بتاعه العيد، ونعمل احلى رقاق يا حبايبي باللحمه المفرومه، ونعمل كل حاجه حلوه ايه، ونستعمله بلبن، ونعمله بكل حاجه. اول مره في حياتي والله العظيم اعمل الرقاق الناشف ده، وهبدع معاكم. يلا يا سنه اولى مطبخ، اتشجعي مع ام لمار، اعملي الرقاق الناشف واعملي اللي نفسك فيه. بكيلو دقيق يا حبايب قلبي. شوف هعمل لكم قد ايه كميه الرقاق الناشف، وتوفري وتدبري في بيتك. جبت بقى شويه ايه الدقيق كده يا حبايب قلبي، نخلتهم، وجبت شويه ميه وعليهم شعره ملح بس يا حبايب قلبي فقط لا غير. ونزلت بقى عجن فيهم كده بالنشاط والحيويه زي ما انتم شايفين كده اهو. وايه وحطيت غلب السنين في كله. اعملي يا حبايب قلبي، عجني ولت وعجني كده بايديك الاتنين. ايوه شاطره يا ام لمار، انزلي كده اهو. هنعمل بقى نعجن كده الرقاق بتاعنا حلو يا حبايبي لحد ما يمسح الطبق معانا، والعجينه يبقى ملمسها حلو كده معانا اهو. هو بيبقى قاسي شويه علشان خاطر ايه؟ شايفين الملمس والجمال اهو. والعجينه زي ما انا قلت لكم ملمسها ناعم كده وايه، وقاسيه شويه. تمام. هنجيب بقى عندنا الايه الطبليه بتاعتنا او الرخامه بتاعتنا زي ما انتوا عايزين، ونحط عليها بقى الدقيق، ونرص. نجيب الصينيه الاول نرص عليها دقيق كده يا حبايب قلبي، نرش عليها بالشكل دون. ونقطع بقى الايه الرقاق بتاعنا قطع بقى على قد ما انت عايزه الرقاق، عايزه كبيره عايزه صغيره، افردي زي ما انت عايز. تمام اهو. فردنا الدقيق على الصينيه، وكورنا بقى الايه العجين بتاعنا ايه كده بالشكل اللي انتوا شايفين. شوفوا بقى من كيلو دقيق يا حبايبي هعمل لكم اكبر كميه عيش ناشف صحيح. هعمل لكم اكبر كميه رقاق. ايه يا ام لمار، انت جايه من العيد واكله اللحمه وتايهه ولا ايه؟ اهو يا حبايب قلبي. لا يا حبايبي انا اقدر اتوه عنكم، انا مصحصحه معاكم. انتوا حبايبي ومتابعيني واغلى الناس في الدنيا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي داخل مصر وخارج مصر اهو يا حبايبي. خلصنا كده ايه تقطيع بقى الكور بتاعت العجين كده. هنغطيها بحاجه تكون مبلوله ميه عشان العجين ما يشققش منك. وتاخدي واحده على قد ما ما تعملي كده. تمام. وهنفرد بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه، تحطي الدقيق وتفردي. عايزه اقول لكم والله العظيم اول مره في حياتي اقعد واعمل، بس اللي في عينين وراس بيعمل زي ما بتعمل الناس. ايه رايكم يا حبايبي؟ وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب تكونوا بخير وعيدتوا وانبسطتوا كده يا حبايب قلب. واللي ما عملش بقى الرقاق الناشف وعايز يجرب كده مع ام لمار اهو. ايه رايكم بقى؟ شايفين؟ افرد لحد ما يفرد معاكي ويوسع معاكي. على فكره الدقيق ده انا بشتغل زي ما قلت لكم بدقيق قمح يا حبايب قلب، ولا هو دقيق مستورد ولا دقيق فينو ولا دقيق بتاع الفطير ولا اي حاجه اهو. ده الدقيق القمح اللي انا بعمله زي ما قلت لكم، بطحنه 3 فرزات. الفرزه الاولى اللي هي نمره 1 بعمل منها بقى الفطير والرقاق والكيكه وكل حاجه. والله العظيم بيبقى طعمها احلى من الدقيق التاني كمان اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله، ولا تقطع معايا ولا عمل حاجه. وافردي على قد ما انت عايز اهو. شايفين؟ نفضي بقى كده الدقيق بتاعك اهو. وبعد كده بقى نحطه على المطرحه، نفضه كمان شويه من الدقيق اهو، وتزقلي في الفرن. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ استاهل لايك ولا بقى ما استاهلش؟ يا اللي نسيت تحط اللايك بقى، حط لي اللايك كده وشجعيني يا احلى متابعه في الدنيا. سنه اولى مطبخ، سنه اولى جواز، يلا مع بعض نتعلم اهو.
ايه رأيكم بقى يا حبايب قلبي في النشاط والحيوية ده والحاجات الحلوة المستخبية دي؟ كل سنة وانتم طيبين، وعيد أضحى عيد عليكم يا حبايب قلبي، وأيامكم كلها عيد يا حبايب قلبي. عملت بقى الرقاق الناشف دون، وعملنا بقى منه في العيد حاجات ايه تحفة. هنزل لكم بقى الفيديوهات يا حبايب قلبي وايه، واوريكم الجمال اللي انا عملته من الرقاق الناشف ده. من كيلو الرقاق اللي احنا عملناه، من كيلو الدقيق عملنا بسم الله ما شاء الله ولا 3 كيلو دقيق رقاق اهو. لو هتروحوا تشتريهم بالشيء الفلاني شايفين. طلعت بقى كده ايه، لقيته لسه طري شويه، رديته في الفرن تاني اهو، ولا في اي صعوبه ولا اي حاجه. ايه رايكم بقى؟ شايفين ده رقاق ولا مش رقاق اهو؟ ولا كفايه نفسه ولا ريحته ما شاء الله. يلا يا حبايب قلبي بقى كده ايه، شجعونا بكلمة حلوة وتعليق حلو منكم. المشاهدات وحشة خالص والله، هي اللي فعلا كانت سادة نفسي عن التصوير وعن تنزيل الفيديوهات. بصراحة أنا زعلانة جدا من الموضوع دون والله العظيم. حاجة يعني ايه، يعني الواحد بيعمل حاجة مفيدة وحاجة حلوة للناس تتعلمها، ليه المشاهدات قليلة كده؟ ليه الناس ما بتشوفش إلا الحاجات التافهة؟ ليه الناس ما بتشوفش إلا الحاجة اللي مش كويسة؟ ليه ما فيش تفاعل؟ يلا بقى، عايزه تفرحوني كده يا حبايب قلبي، ولايكات كتير وتشجيعات حلوه كده منكم كتير عشان استمر معاكم يا حبايب قلبي. اهو ايوه كده، شطوره يا ام لمار. افرد 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 لحد ما تجيبي بقى ايه اخرها كده، وتنفضي بقى من الدقيق كده. معاكي فرشه ولا معاكي اي حاجه بايدك مفيش مشكله، نفضي الايه الدقيق كده بالشكل ده اهو. هنخلص بقى كل الكميه بتاعتنا يا حبايب قلبي بالشكل اللي انتوا شايفينه دون اهو. برضو بحطها على المطرحه وايه، وانفضها من الدقيق كويس، وبعد كده ارميها في الفرن اهو. النار بتاعتك خلي بالك من النار، ما تعليش النار عشان ما ايه ما يتحرقش منك بسرعه اهو. تبططها كده على ايدك شويه، وبعد كده تفردي وتنزلي بايه بالنشابه بتاعتك اهو. لو وصلت بقى معايا في الفيديو لحد هنا، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. من كيلو دقيق عملنا اجمل واحلى رقاق ناشف. نعمله بقى بفتة، نعمل رقاق باللحمة المفرومة، نعمل منه رقاق باللبن، نعمل منه كل حاجة احنا عايزين اهو. شايفين ما شاء الله اهو. ايه رأيكم بقى في الجمال ولا التسوية؟
هنخلص بقى كل الكمية كده معاكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد بقى، واعمل لكم منه الرقاق باللحمه، واعمل لكم منه الفته، ويا رب تعجبكم، ويا رب الفيديوهات بتاعتي تنول رضاكم. واشوفكم بقى في فيديو جديد وفي رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله. شايفين الكميه ما شاء الله اهو يا حبايب قلبي. سيبكم بقى في فيديو جديد وفي رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.